المطرب احمد شامي هو مطرب معروف لان هو من ضمن فريق واما بتاع احمد فهمي ومحمد نور واللي كلنا عارفين الفريق ده. الحقيقه ان هو نزل بوست، والبوست ده كان يعني بصراحه اثر في ناس كتير قوي، وشافته ان هو فعلا بوست جميل جدا جدا، ولازم الناس تاخد بالها من النقطه دي. فتعالوا نقرا مع بعض وقولوا لي رايكم فيه ايه. بيقول ايه؟ بيقول: موضوع نفسي اتكلم فيه بصراحة. النهاردة دخلت اصلي العشاء في مسجد في صلاح سالم، يعني منطقة زحمة، مش مكملين اول صف. هزر والعب واشتغل وادرس، بس على الاقل صلاة واحدة في اليوم في المسجد. عيب اكتر الناس بتحكم على بعض في السوشيال ميديا، ويحكموا على بعض بادعاء التدين، وبلد فيها 100 مليون مش بيكمل صف واحد حتى في المسجد، ومكانه في مكان مزدحم. يا ريت نراجع نفسنا ونشوف الصورة الحقيقية. الحقيقه ده البوست اللي هو نزله احمد الشامي وعجب ناس كتيره جدا جدا، لان هو قد ايه يعني بيتكلم عن موضوع الصلاه، رغم ان ممكن ناس تختلف معاه فكره المهنه اللي هو بيمتهنها وكده، وفي ناس ممكن تختلف عليها كتير، بس على الاقل برضو كفايه ان هو محافظ على الصلاه. فدي من الحاجات اللي عجبت الناس قوي، وعجبت الناس كمان ان هو بيحاول يعني يحس الناس على ان هم يعني ما يفرطوش في الصلاه بتاعتهم، حتى لو انشغلوا بالحياه ومشاغل الحياه اللي ممكن تشغلهم في اليوم، لكن على الاقل حتى الصلاه، حتى لو صلاه واحده تصليها في المسجد اهم حاجه، بس يعني ان انت ما تتركش المسجد خالص. فدي من الحاجات اللي الناس عجبت الناس قوي، وتفاعلت معاه بشكل كبير جدا، وشافوا فعلا ان كان موضوع يعني مهم ان يتكلم فيه اي حد. فهو اكيد عشان معروف وكده وليه متابعين، فهيكون كلامه مؤثر بشكل كبير. فحته حلوه منه برضو ان هو يكون مؤثر بشكل ايجابي، لان في بعض الفنانين او بعض الناس ممكن تاثر بشكل سلبي او تحس الناس على حاجه غلط. فرغم ان ممكن تكون ناس بتختلف كتير معاه وعلى مهنته، لكن الناس كلها اتفقت على البوست اللي هو كتبه، وشاف ان هو حاجة جميلة جدا منه ان هو يكتب حاجة زي كده ويفكر الناس بحاجة زي كده. فقولوا لنا رأيكم في الكومنتس، ايه رأيكم في البوست؟